هذا الطفل حتى يكون وسيله لنشر قناعاتك الشخصيه، فهنا المفروض وزاره التربيه ان تقدم لك شكر خاص. هذا اداء المعلمين، مو المفروض اكو ادارات تراقبه؟ وين الادارات؟ ايش يسوون؟ احترم نفسك، دير بالك صي عليه. تعال 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 دير بالك علي صوتك عليه. تعال تعلمك شنو ترى وراي اهل وعمام يفرشون ابدا فوق راسك. عشارة عوض بالك. عوض عقب والله عشارة. صي عدد. جاب له جوا ولا امرك مشي. اجيب الامر مو. اصبر لي. اذا ما نسحقكم سهل هنا على بعد ماشي. جيب امرك مشي. منعم وين منعم؟ ما ادري هاي استاذ هاي يوميا تاخر منعم. ما هو سبب ارتفاع الضغط؟ شنو؟ النسوان. هذا ولاد عرفه. اجينا نشتكي للاداره، لقينا الاداره مسويه مسرحيه تربويه وجايبين منعم الكوميدي رائد المسرح الاغريقي بالعراق بده يعلم الطلاب على الفصول مال العشاير واهانه النساء. هاي المسرحيه مسويها بيوم الخميس اللي هو اهم يوم بالاسبوع بالنسبه للطلاب، واللي بيه تصير رفعه العلم والطلاب يقرون النشيد الوطني وينغرس بهم الروح الوطنيه، وجايبين من منعم الكوميدي يسوي لهم ما هي اهم رفع الضغط عند النسوان. شكرا وزاره التربيه، صفقه وزاره التربيه، شكرا منعم الكوميدي، خليكم ويانا. اهلا بكم مره اخرى. راح تسالني سؤال مهم، وهو احمد، ما هو وجه التشابه بين مواقف همسه ماجد ومواقف فصائل المقاومه؟ وكل حد سال هذا السؤال لو من يمي؟ يلا من يمي ماشي اوكي. راح اقول لك ببساطه حبيبي، اثنيناتهم همسه ماجد وفصائل المقاومه كل اسبوع عندهم ابديت جديد بحياتهم. همسه ماجد تتزوج تتطلق، تتزوج تتطلق، تتعارك تتنازل، تتصالح، تهدد، تبكي، تسامح، الله ياخذ حقها، القضاء ياخذ حقها، العصابه تاخذ حقها، عمامها، خوالها، مخابرات، وهذا الحكي كله بشهرين. الاشياء اللي تسويها همسه ماجد خلال شهرين تصير ويانا احنا الناس طبيعيين يعني نسويها خلال 12 سنه. انت حتى تطلق تاخذ لك صفنه سنتين، يلا تقرر تروح المرشد الاجتماعي تساله شنو رايك في فكره الانفصال. هموسه تتزوج تتطلق نلقاها بودكاست تحكي حكم عن الحياه المهنيه والتخطي مالتها المشاكل، البنج مالته واحد. واخر شيء غنت. تتخيل وياي همسه ماجد سوت اغنيه. انت تربط؟ انت مستوعب؟ تشوف النشاط؟